المعاش DZ صوت المتقاعدين في الجزائر. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم كامل في قناتكم المعاش DZ، القناة اللي ديما تجيب لكم الجديد الصحيح من مصادر رسمية وبطريقة بسيطة ومفهومة، بلا إشاعات ولا مبالغات. اليوم رايحين نحكيو على خبر رسمي ومفرح بزاف يخص فئة غالية علينا كامل، فئة المتقاعدين، الناس اللي خدموا بلادهم سنين طويلة وضحاوا بشبابهم باش الجزائر توقف على رجليها. الوزير عبد الحق سيحي خرج البارح بتصريحات وتعليمات رسمية وواضحة بخصوص التثمين السنوي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين. وهذا مش إشاعة ولا كلام فيسبوك، لا، هذه تعليمات رسمية خارجة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نفسها. الوزير ترأس اجتماع كبير صباح الخميس في مقر الوزارة، حضروا فيه كامل الإطارات تاع الصندوق الوطني للتقاعد. الهدف من الاجتماع هذا كان تشخيص الوضع الحالي، يشوفوا واش تحقق من الإصلاحات السابقة، واش باقي، واش لازم يتبدل باش المتقاعد يعيش مرتاح وياخد حقوقه في وقتها بلا بيروقراطية ولا تأخير. من أول كلمة قالها الوزير كانت واضحة وصريحة: المتقاعد خط أحمر. قالها بالحرف وأكد باللي لازم نحترموا هذه الفئة اللي خدمت الدولة ونعملوهم بكرامة وإنسانية. قال المتقاعد مش رقم في القائمة، هو إنسان خدم بلاده ولازم نخدموه براحة واحترام. ومن بعد بدأ يسطر النقاط الأساسية واحدة بواحدة. أول نقطة شد عليها هي تحسين جودة الخدمات في مكاتب الصندوق الوطني للتقاعد. قال لازم كي يجي المتقاعد يقضي أموره ما يتقلقش، ما يتعذبش وما يسمعش كلام يجرحه. لازم الاستقبال يكون بابتسامة، باحترام وبأسلوب إنساني. وقال بالحرف اللي يجي للمكتب هو خدم البلاد، مش جاي يطلب صدقة، جاي يطالب بحقه. الوزير ركز ثاني على القضاء على البيروقراطية اللي كانت دايرة مشاكل كبيرة وعطلت بزاف ملفات، وقال باللي لازم كل الملفات تتعالج بسرعة وشفافية باش المتقاعد ما يبقاش يدور شهرين ولا 3 على ورقة أو وثيقة. الجزء الثاني من الاجتماع كان حول الرقمنة والخطة الخماسية الجديدة 2026-2030. الوزير قالها صراحة: ما لازمش نبقاو نخدموا بنفس الطرق القديمة، لازم نواكبوا العصر، بمعنى لازم تكون نقلة نوعية في طريقة التسيير داخل الصندوق الوطني للتقاعد. كل الخدمات لازم تولي رقمية، من أول طلب المعاش حتى آخر وثيقة. تخيل معاي يا أخوي المتقاعد تولي تقدر تدخل لموقع الصندوق من هاتفك، تشوف المعاش تاعك، تعرف شعال زادتك الزيادة، وتتلقى إشعار برسالة قصيرة كي تتصرف المنحة ولا يتبدل المبلغ. هذا هو الهدف من الرقمنة: الراحة، السرعة والشفافية. كي تكون كل حاجة واضحة على الإنترنت ما تبقاش بيروقراطية وما يبقاش تلاعب ولا تأخير، كل متقاعد يعرف حقه بالضبط. والوزير شد على التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة باش المشروع يتطبق بسرعة، وقال لازم الرقمنة تمس كل المديريات في كل الولايات حتى المكاتب المحلية. وما نساش المتقاعدين اللي سكنوا في القرى والمناطق الجبلية، قال لازم الخدمة توصل حتى ليهم. راح تكون فرق جوارية ميدانية تمشي للناس اللي ما يقدروش يتنقلوا، يعاونوهم ويعلموهم كيفاش يستعملوا الخدمات الرقمية خطوة بخطوة. من جهة أخرى الوزير أمر بإعداد مخطط خماسي 2026-2030 هدفه ضمان استقرار الصندوق الوطني للتقاعد والحفاظ على توازن المالي باش المعاشات تتصرف بانتظام بلا تأخيرات. الخطة راح تعتمد على 3 محاور رئيسية. أول شيء ترشيد النفقات، ما يكونش تبذير وكل دينار يتصرف في بلاصته الصحيحة. ثاني شيء تحسين التسيير الداخلي، يعني تكوين الموظفين ومتابعة الملفات بالوسائل الحديثة. وثالث شيء ضمان صرف المعاشات بانتظام مهما كانت الظروف. والوزير أكد باللي من 2026 رايحين يطبقوا نظام مالي جديد يضمن الاستقرار، وقال المتقاعد ما لازمش يعيش القلق، لازم يكون مطمئن باللي شهريته توصله في وقتها بلا نقص ولا تأخير. والآن نجول النقطة اللي يستنوها كامل المتقاعدين: التثمين السنوي والزيادات الرسمية. الوزير أكد باللي التحضيرات راهي ماشية بوتيرة عالية، وكل الملفات راهم يراجعوها واحدة بواحدة
باش التثمين يدخل حيز التنفيذ قبل دخول سنة 2026. يعني بإذن الله المتقاعدين رايحين يشوفوا الزيادة تدخل مباشرة في معاشاتهم بلا تأخير. وقال الوزير: ما يكونش العام الجاي كما العوام اللي فاتت، كل متقاعد لازم يلقى حقه في وقته. وبالنسبة للأرقام، الزيادات راح تكون مختلفة حسب الفئات. اللي عنده معاش صغير راح يستفاد بنسبة أكبر، اللي معاشه متوسط تجيه زيادة متوازنة، واللي معاشه كبير تكون الزيادة أقل شوية باش تتحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع. الوزير قالها بوضوح: العدالة الاجتماعية هي الأساس، والتثمين السنوي حق مكتسب لكل متقاعد. وزيد على هذا أكد باللي الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا مهتم بالملف هذا، وأعطى تعليمات مباشرة باش فئة المتقاعدين تكون من أولويات الحكومة، وهذا دليل باللي القضية راهي فوق الطاولة على أعلى مستوى. وبالنسبة للأثر الرجعي مازال ما أعلنوش عليه رسميا، بس حسب مصادر من داخل الصندوق راهم يدرسوا احتمال صرفه مع الزيادات الرسمية الجاية، وهذا الشيء راح يتأكد في الأسابيع القادمة إن شاء الله. من جهة التعامل داخل المكاتب، الوزير قال لازم تكون إنسانية في المعاملة، مش معقول المتقاعد يجي يدور من شباك لشباك. قال لازم الموظف يكون فاهم، محترم ومتعاون مع كبار السن. راهم حتى رايحين يديروا تكوين خاص للموظفين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المتقاعدين اللي ما يعرفوش التكنولوجيا، وكيفاش يشرحوا لهم بلغة بسيطة وواضحة. وزيد راح تكون مكاتب متنقلة تمشي للقرى والمناطق البعيدة باش الخدمة توصل حتى للناس اللي ما يقدروش يتنقلوا. الفكرة باه الدولة توصل لكل متقاعد في أي مكان، شمال ولا جنوب، مدينة ولا قرية، الكل سواسية. في الخلاصة خوتي، الوزير عبد الحق سيحي رايح في إصلاح شامل وكبير لمنظومة التقاعد: تحسين الخدمات، رقمنة شاملة، خطة مالية خماسية، تثمين سنوي مدروس، وعدالة اجتماعية حقيقية. يعني ما كاين لا أفلاس ولا انهيار، بالعكس كاين إعادة بناء وتطوير يخدم المتقاعدين والبلاد. المتقاعد راهو ركيزة المجتمع، والجزائر ما تنساش أولادها اللي خدموها بإخلاص. وإن شاء الله السنوات الجاية تكون سنوات راحة وطمأنينة لكل متقاعد في الجزائر. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم الأخبار الموثوقة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.